هو ده بقى فريق الوداد المغربي اللي فاز على فريق سان داونز الجنوب افريقي في ذهاب نهائي دوري السوبر ليج بنسختها الجديده على ارضه في وسط جمهوره، وبيبعت رساله ايجابيه قويه للاعيبه النادي الاهلي ان فريق سان داونز الجنوب افريقي مش الفريق المرعب ومن السهل جدا انك تكسبه، ولكن لازم تلعب بذكاء ومستوى تكتيكي عالي للغايه، وده بالفعل اللي عمله المدرب العبقري من وجهه نظري. نادي الوداد المغربي اصبح بيمتلك جوهره. تتكلم على مدرب الفريق عادل رمزي، حتى الان في بطوله السوبر ليج نادي الوداد المغربي تحت قيادته ما خسرش ولا مباراه، كسب انيمبا بثلاثيه وبعد كده كسب الترجي وبعد كده راح يتعادل او كسب بركلات الترجيح في تونس، وكذلك بيفوز على سان داونز اللي ما خسرش ولا مباراه في البطوله، ويعتبر اقوى دفاع في بطوله السوبر ليج على ارضه بكل سهوله بهدفين، وكان قادر ان هو ينهي المباراه بثلاثيه، لولا طبعا العارضه اللي حرمت حمدو الوني من احراز الهدف الثالث. والوداد المغربي قدم مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى، كان فارض شخصيته على ارضيه الميدان رغم ان سان داونز ايضا قدم مباراه على اعلى مستوى، وهدد مرمى الوداد المغربي في اكتر من كوره واحرز هدف من ركله جزاء. عايز اقول لك ان المستوى التكتيكي العالي للغايه اللي وصل له فريق الوداد المغربي مش من فراغ، ده لان فريق الوداد المغربي راح تعاقد مع مدرب تخصصه ان هو يفوز بالمباريات باقل خسائر ممكنه. يمكن اكتر لاعب عجبني في فريق الوداد المغربي واتمنى اشوفه في النادي الاهلي في الانتقالات الصيفيه القادمه هو يحيى عطيه الله، لاعب من افضل اللعيبه اللي موجوده في الدوري المغربي، ويظل يحيى عطيه الله من وجهه نظري هو افضل من انجبت الكره المغربيه في مركز الباك الليفت. لاعب مميز وخطير للغايه بالتحديد في الكرات الثابته، واقرب مثال هدفه في مرمى النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، وبيكررها كتير، ومع ذلك الحارس بيبقى عارف واللعيبه والمدافعين بيبقوا عارفين ان هو هيلعبها بالطريقه دي، ومع ذلك بتخش وبيعمل اللي هو عايزه على ارضيه الميدان لانه لاعب موهوب. حرفيا تحس ان يحيى عطيه الله مركب رمان بيلي في قدمه اليسرى، لاعب مميز واتمنى في يوم من الايام اشوفه في القلعه الحمراء. لسه لاعب بالنسبه لي مش كبير في السن. من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري في مباراه الوداد المغربي امام سان داونز هو حارسهم ويليام. تحس كده ان ويليامز اصبح مبرمج على مباراه النادي الاهلي فقط، بيبقى حارس عملاق، بيبقى ملوي النور في عزه حرفيا في مباراه النادي الاهلي فقط. لو جيت تبص على هدف الوداد الثاني حرفيا ما يخشش في حارس لسه ناشئ. اي نعم هي التسديده كانت قويه، ولكن مش ده ويليامز اللي شفته في مباراه الهلال السوداني ولا في مباراه النادي الاهلي، تخصصه نادي الاهلي فقط. وكذلك فريق سان داونز، ولكن طبعا ما حدش ينكر ان فريق سان داونز يعتبر من افضل الفرق في افريقيا، وشبيه كده منتخب البرازيل في طريقه لعب وخروجهم بالكوره، ولكن عندهم ثغره في الناحيه الدفاعيه، عندهم الدفاع مش اقوى حاجه. واكبر دليل لما الوداد المغربي كان بيهاجم فريق سان داونز كان بيهدد مرماه بشكل كبير جدا، واحرز هدفين وجاب كره في العارضه وضيع اكتر من هدف. وكذلك ما فعله النادي الاهلي في الشوط الاول من مباراه الاياب سيمي فاينال دوري السوبر ليج بنسختها الجديده، الاهلي ضيع ضربه جزاء وضيع اكتر من فرصه وجاب 3 كور في العارضه، وما تعرفش ايه موضوع العارضه مع فريق سان داونز سواء في مباراه الاهلي او مباراه الوداد السابقه، رغم ان مباراه الاياب لفريق الوداد المغربي في بريتوريا هتبقى صعبه للغايه. ولكن عايز اقول لك ان فريق الوداد المغربي اصبح كعبه عالي على فريق سان داونز وبالتحديد في بريتوريا. يمكن اخر مباراه جمعت الفريقين في دوري ابطال افريقيا انتهت بالتعادل في استاد مركب محمد الخامس 0-0، وفي بريتوريا انتهت بنتيجه التعادل 2-2، وكان في الادوار الاقصائيه، وساعتها الوداد المغربي كالعاده بيصعد على حساب سان داونز الجنوب افريقي. علشان كده اتوقع ان فريق الوداد المغربي هو الاقرب للتتويج بالبطوله، بطوله السوبر ليج بنسختها الجديده في بريتوريا على ارضهم في وسط جمهورهم. هيعرفوا ازاي يفوزوا او يطلعوا باقل خسائر ممكنه ويتوجوا باللقب. تتكلم في 7 ايام قدامهم فتره كبيره للاستعداد لمباراه الاياب والتدريب على الخطط التكتيكيه واللعب على الهجمه المرتده امام فريق مرعب بحجم سان داونز، لانك مش هتعرف تفتح ملعب. يعني نسبه فوز الوداد المغربي 60%، فريق سان داونز 40%، ولك مطلق الحريه ان انت تتوقع من الاقرب للفوز بالبطوله سواء الوداد المغربي او سان داونز. بس كده اتمنى تكون الرساله وصلت لعيبه النادي الاهلي. الوداد المغربي بيفوز عليه لما بيتهاجم بتفوز عليه عادي بكل سهوله، مش مانشستر سيتي يعني. بس كده قول لي انت بقى كمشجع لكره القدم سواء كنت اهلاوي زملكاوي بتشجع الترجي بتشجع الوداد، توقعاتك لمباراه الاياب وتفتكر من الاقرب للتتويج باللقب. مع نهايه الفيديو كالعاده ما تنساش تحط لايك للفيديو، ما تنساش تعمل فولو، وانتظرني في الفيديو القادم ان شاء الله.